السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ سؤال بيجي لي برضه بشكل متكرر عن مرتبات المترجمين الجونيورز تحديدا اللي هم لسه متخرجين. حد لسه متخرج ورايح يشتغل في شركة ترجمة وبيقول لك أنا رحت وعملت واختبرت وفجأة لقيت المرتب مش أحلى حاجة. المرتب قليل، المرتب مش كبير. تقول لي مثلا رقم، أقول لك لا أنا ما أقولكش رقم، بس أنا أقول لك إن المرتب مش كبير. طيب، خلينا بس ناخد الموضوع واحدة واحدة وأنا هشرح لك ليه مرتبات المترجمين الجونيورز قليلة والمشكلة فين وحل المشكلة دي ازاي في الحلقة دي إن شاء الله تعالى. طيب، وقبل ما أشرح لك الكلام ده كله عايزك بس ما تنسانيش بلايك للحلقة وتعمل بس سبسكرايب للقناة عشان يجيلك دايما الإشعارات أول بأول لمواضيع الحلقات الخاصة بالترجمة وكتابة المحتوى. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا أكلمك في موضوع حلقة النهاردة يا سيدي. الفكرة وما فيها إن بص structure أو بناء الشركات الإداري دايما في شوية مشاكل كده ممكن نقول عليها إن الموضوع كله متعلق بالرأسمالية البحتة أو بمنفعة الشركة بشكل بحت. بمعنى آه، أكثر عنصر نافع للشركة هو الأعلى قيمة والأغلى قيمة والأكثر ندرة هو الأعلى سعرا، وبالتالي المتوفر منه كتير والمعروض منه كتير في السوق. هتبص تلاقي ده سعره نوعا ما في السوق قليل، وده عرف السوق. انا مش بقلل من شأن حد لا سمح الله. بمعنى انت النهارده كمترجم ليك سعر، وواحد مثلا بياع ليه سعر سيلز مثلا. طيب، السيلز اللي هيجي يشتغل في شركه ترجمه هيكسب شركه الترجمه قد ايه؟ هيكسبها ملايين، مش هيكسبها الافات، هيكسبها ملايين. بكلمك مثلا بالامانه، مش كام الف جنيه، لا، هيدخل له مثلا حسبة 20 30 الف دولار. وفي سيلز عايز اقول لك سيلز ترجمه ممكن يبقى مرتبه، ممكن يبقى التارجت بتاعه 15 الف دولار و 20 الف دولار وطالع. طيب، ده في الكوارتر اللي هو 3 شهور. طيب، ده واحد. الراجل ده عشان يبقى السترايكر ويبقى الحريف ويبقى الهيد بقى اللي هو راس الحربة اللي هيجيب اجوان من الاخر، هتبص تلاقي ان الشركة بتدور عليه يعني بإبرة علشان خاطر تعرف تجيبه، وتدفع دم قلبها الواحد على يقين ان هو مثلا هيجيب لها ملايين زي ما احنا بنقول. طيب، الراجل ده مرتبه ممكن يتراوح من 15,000 جنيه بقى اللي هو يعني في النازل لحد 45,000 جنيه و50,000 جنيه في بعض الأحيان وبعض شركات الترجمة كمان. طيب، ليه؟ الشركات بتحاول تكمبنسيت أو تراضي الراجل ده تحديدا بشكل كبير قوي اللي هو السيلز علشان خاطر ما يمشيش. طبعا بياخد كوميشن وبياخد امتيازات تانية. المقابل الراجل ده هو اللي يعني ايه اللي بيكسبنا، هو اللي بيلعبنا الجيم بتاع الترجمة كلها، هو اللي الشركة كلها مفتوحة على حسه. هتقول لي مع العناصر التانية برضو مهمة زي إدارة المشروعات زي المترجم، والمترجم هو اللي بيعمل الشغل. هقول لك حلو، بس تعال نقول لو زنقت أو العملية حاولنا نلاقي بدايل، هل هنعرف نلاقي بدايل للسيلز؟ مش هنعرف. لكن هتعرف إن أنت تستبدل أو تستغنى عن فكرة المترجم الفول تايمر اللي هو قاعد لك في الشركة بفريلانس. هتعرف تلاقي بديل، صح؟ ففكرة وجود البديل دايما أو الطرح في حاجة احتياطي ممكن استخدمها في حل موجود، ده بيقلل دايما من حجم الضغط بتاع مثلا فكرة إن المترجم ده لازم يبقى موجود في الشركة على طول. طبعا المترجم الشاطر لا غنى عنه، وانا مش عايز افخم وامجد بقى في المترجمين والكلام ده كله، لكن انا بحكي لك واقع السوق بمنتهى الامانه. ويا ريت يا ريت يا ريت محدش يزعل مني في الفيديو ده، لان انا بكلمك في اللي بيحصل. فلو انت خدتها على محمل شخصي كمترجم، يعني انا هقول لك ده واقع السوق، انا يا سيدي بعتذر لك. ولو انت يعني تفهمت الامر فكتر الف خيرك. فدي القصه ما فيها. طب تيجي بقى للمترجم زي ما بقول لك كده، الجونيور اللي بيبقى لسه داخل، هو متخرج مثلا هيقبض كام؟ هيقبض حوالي يعني 3 4000 جنيه 5000 جنيه. تصدم يقول لك المرتب قليل. والمرتب مش بس قليل في الترجمه، ده المرتب قليل على مجهود الترجمه. بمعنى تعمل اختبارات، تقعد تشتغل 2000 3000 كلمه في اليوم و... وتراجع وراك، وتاخد وقت البروسيس نفسها، العمليه نفسها بتاعت الترجمه تاخد وقت لحد لما انت تبقى مترجم شاطر ومترجم محترف وخلافه. فتلاقي ان انت تقول يعني يا صبر ايوب اخد لي سنه سنتين لسه على ما ابقى شاطر وابقى اطلع من جونيور ابقى سينيور، ولا سينيور اللي حته سنتين ثلاثه. ويا عم انا على من ده بايه؟ اشتغل مدرس او اشتغل مدرسه او اروح لاي مجال تاني. طيب، عذرك وعندك حق، انا بقول لك بصراحه، لان يعني في ضيق ذات اليد والازمات الماليه المتكرره اللي حاصله والظروف الاقتصاديه، انا ما اقدرش اقول لك ان انا بشتغل شغلانه ببلاش، امان يعني.
وهي مش ببلاش يعني بمقابل، بس المقابل مش العالي أوي. لكن أنا عايز أقول لك نقطتين، وأنا برضه وضحت لك يعني الحتة بتاعة الفرق ما بين السيلز أو البياع اللي في شركة الترجمة والمترجم، يعني لقطة تعبيرية، أو إن أنا بدي لك مثال بس إن الشركة بتحسبها ك يعني الويتد أنهي أتقل واحد في الشركة ممكن يقعد، لأن ده هيكسبني كام، وإيه اللي ممكن ألاقي له بديل لحد لما الشركة تكبر. طيب تقول لي حلها إيه بقى؟ مشكلة القصة دي حلها إيه؟ والله بص، مجال الترجمة مجال مربح، مش هقول لك لا، كويس، بيكسب. وانا بكلمك الكلام ده بالامانه عن تجربه، يعني انا في السوق بقى 14 سنه في مجال الترجمه، يعني 14 سنه او 14 سنه لا رسمي كده. فبيكسب الحمد لله رب العالمين، فاتح بيوت. ابسط حاجه ان انت يعني لما بتشتغل حتى فريلانس انت ما بتطلعش من بيتك، وبتبقى قاعد في بيتك معزز مكرم. لا انت يعني بتنزل في عز شمس نقرة شمس، ولا انت نازل في مطره، ولا عايز تستأذن عشان وراك ايه، ولا لا، انت قاعد معزز مكرم بتشتغل اي ما يكن. احنا بنشتغل في بيوتنا، بنشتغل في شركات، انت قاعد في تكييف باشا استاذ. دي ابسط حاجه. طيب كلمني في المقابل المادي بقى. هقول لك الشغلانه دي حلوه، حلوه مع الاسواق اللي بره مصر. يعني تفتح لك سوق في الخليج، تفتح لك سوق في اوروبا، تجازي معاك عمله كان بها، تجازي معاك في مصر تجازي معاك فريلانس كان بها. انا عارف هلاقي بقى دلوقتي يعني ناس طالعه لي تاخد الحته دي صداع بقى، اللي هو يعني اسعار الترجمه والشركات لينا قصه، ولينا ما حدش قال لك اقبل بالسعر الرخص، وما حدش قال لك روح اشتغل مع شركه تحت السلم، وكلام كتير هنبقى نرغي في القصه دي بعدين. بس اللي انا عايز اقوله لك ان في شركات في مصر محترمه يا سيدي، روح اشتغل مع الشركه المحترمه اللي تدي لك فلوس كويسه. ما تروحش ترجع على شركه هفق، ولا شركه تبخسك حقك وترجع تقول لي اسعار الشركات مضروبه. لا، مش كل الشركات مضروبه، في ناس شغاله بما يرضي الله، هنبقى متفقين. كل صناعه فيها كل صناعه في الدنيا فيها اللي شغال بما يرضي الله، وفيها اللي يعني ياكل مال اليتيم. هنا موجود وهنا موجود، هنا هتلاقي كل حاجه. فالقصه يعني حاول ان انت يعني ايه تستلقط لك عميل كويس. فتقدر تشتغل بره هتلاقي سكه، فيها سكه. تقدر تشتغل جوه هتلاقي سكه. في شركات من بره مصر، الخليج واوروبا بتعين مترجمين في مصر، وماشي الحال على كده، بتدفع لهم مرتبات كويسه. وشوف حلقات البودكاست بتاعتي على القناه، هتشوف ابراهيم محمد بيتكلم بيقول ايه، او راجل مترجم حر عمرو عزام صاحب شركه بيتكلم بيقول ايه. فالعبره في الحدوته ان انت محتاج تمسك نفسك سنه، يعني تقف بس على رجلك سنه كده، يعني تعتبر السنه ديت انت بس ايه، مش مستغني عن المرتب، ولكن انت مستحمل علشان تلاقي، وتبتدي تتعلم وتاخد فيدباك في شركه تدفع لك مرتب، ويبقى اسمك في السي في بقى عندك اكسبيرينس. ولما يكون عندك اكسبيرينس او خبره تبتدي بعد كده تدور على شغل فريلانس. وانا بقول لك دور على شغل فريلانس. آه انت حابب الوظيفه وحابب ان انت تستمر في الكارير، استمر يا سيدي. وان استمريت ربنا يا رب يزيدك ويبارك لك يا رب ويفتح عليك. ولو عايز تتوسع وتشوف شغل فريلانس شوف، ولكن انا رايي الشخصي امسك في الوظيفه وتوسع وافتح شغل فريلانس، او ان انت حتى لو تسيب الوظيفه وتفتح فريلانس بس، والله كان به. بس ميزه من مميزات الترجمه انها بتدي لك الاوبشن بتاع الفريلانس بشكل كويس، وبتشتغل وبترزق والعمليه بتمشي، بتبقى يعني مستوره بفضل الله. يعني مش هقول لك اكتر من كده، مش هقول لك يعني اصحاب الملايين واللي يطلع لك بقى ماسك لي شويه دولارات واقول لك اصل دولارات الترجمه مش دولارات الترجمه. لا، هي شغلانه تكفل لك مستقبل ان شاء الله كويس، وتقدر ان انت تتكسب منها بشكل كويس جدا 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 اونلاين، وتبقى ستراك يا عم، وتفتح منها بيت وعلى يدي. والناس يعني اجيبهم لك بالاسم كده، كذا واحد يكلمني يعني محمد انا عايز اسيب الشركه، او محمد انا في دبي ونازل ومش عارف هعمل ايه. شهر اتنين تلاته الراجل يفتح عليه ويبقى فريلانسر محترم وشغال من البيت. واللي فتح شركه بعد ما كان مش عارف هيعمل ايه، وراجل مثلا مترجم ربنا وسع عليه وكان مترجم حر وبعدين فتح شركه، والحال بيمشي مع الناس كلها. فما شاء الله يعني، وما حدش يعني خارج من الشغلانه ايد ورا وايد قدام. فيعني الحمد لله مستور على الكل زي ما بيقولوا. فيعني خلاصه الكلام اللي انا عايز اقوله لك هي اتعب لك سنه في الشغلانه. وعايز اقول لك برضو نقطه كمان، هتروح انت تشتغل جونيور تقول لي مثلا عايز اشتغل في اي شغلانه تانية وهدور على اللي تجيب فلوس. طب ما انت هتشتغل جونيور في اي شغلانه تانية لا يفترض بالجونيور ان هو ياخد رقم كبير. ما انت هتشتغل اكس، تشتغل واي، تشتغل زي، يعني محتاجه
ان انت لو جونيور لا، ما انت لسه بتتعلم، يقول لك تعالى واحده واحده، انت لسه يعني صبي في الشغلانه يعني بتتعلم كده، وبكره تبقى وسط قد الدنيا يعني. بس هي دي القصه، ما فيها. ففي اي شغلانه هتاخد لك برضو مرتب يعني يواش يواش بالراحه. في اول سنه يعني ليك او اول سنتين خدها من باب ان انت بتتقل، تتعلم علشان تكسب. حتى يا اخي انت لو فاتح مشروع تبص تلاقي ان انت بتصرف علشان تلاقي قدام. فانت اعتبر نفسك مشروع نفسك، يعني اعتبر نفسك انت استثمار نفسك. اشتغل في شركه وخد مرتب، يعني عارف انه هيكون قليل، وانا اسف والله انا بقول لك حاجه زي كده، بس يعني هو ده عرف السوق. ولو لقيت زياده يا عم خد، مش هقول لك لا، البحر يحب الزياده. لكن اشتغل وانت وشطارتك، يعني حلاوه الترجمه ان انت وشطارتك برضه. شطرت في 4 شهور، شطرت في 5 في 6 في 7، ربنا يا رب يوفقك. لكن اتعلم وخد كورسات وخد الفلوس اللي انت بتكسبها واصرف على نفسك هنا، واصرف خد لك ورشه هنا وكورس هنا، واسال على شركات افضل من الشركه اللي انت فيها بعد كده، وروح لها وتعين وقدم هنا وقدم هنا. مشي حالك، الدنيا بتمشي كده. عامة في الفيديو ده أنا بس حبيت أوضح إن فكرة الأسعار بتاعة الترجمة القليلة كمرتبات للجونيورز هي موجودة، وهي مشكلة وهي أزمة أنا معترف بيها، وأنا واحد من الناس أصحاب الشركات. ولكن هي القصة ستراكشر، أو هي بنية أساسية للشركات بشكل عام، وبزنس بشكل عام في كل حتة كده. أكتر واحد ممكن يفيد الشركة ده بياخد يعني كابيتالز، بياخد فلوس كويسة جدا. وأكتر واحد للأسف الشديد ممكن يبقى العنصر القابل للاستغناء عنه أو قابل للاستبدال، هو اللي ممكن تلاقي الفلوس معاه يعني بتروح وتيجي شوية. ولكن خلينا برضو نقول إن كل واحد شاطر في شغلانته صعب استبداله. يعني أنت حتى لو مترجم شاطر ومترجم تقيل في شغلانتك، تيجي النهاردة علشان الشركة تمشيك صعب. أنت بتبقى شايل برودكشن يونت، أو بتبقى شايل الشغل كله على كتافك مهما كان الشغل ده عامل إزاي. يا رب ما اكونش طولت عليك في الفيديو ده، واكون قدمت لك حاجه مفيده وكويسه. وزي ما قلت لك يعني دي ازمه في السوق، انا بس عايزك تتفاداها بشكل كويس وتتعلم تقف على رجلك. صريحتك بالحقيقه على قد ما اقدر، ورزقي على الله، ربنا يستر يعني في الفيديو ده. شكرا ان انت كملت معايا لحد اخر الفيديو. هسيبك بس في التعليقات، يا ريت تقول لي انت محتاج ايه في مجال الترجمه او عالم الفريلانس، تحب نتكلم فيه تاني. يا رب يعني أكون قدمت لك إفادة طيبة. شكرا جزيلا، وأشوفك على خير بإذن الله تعالى.